ومعنا ومعكم من خلال حلقتنا النهارده واولى فقراتنا الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو الاتحاد الدولي للغوص والانقاذ. كابتن سامح، اهلا بحضرتك معانا. اهلا يا دكتور عمرو، واهلا بحضرتك وبشكرك وبشكر تلفزيون القناه على اهتمامه بالرياضات اللي احنا بنقول عليها شهيدي. ده واجب علينا يا كابتن، طبعا بنسعد ونتشرف بحضرتك معانا دايما يا كابتن، وبنهني حضرتك طبعا على التنظيم المتميز للبطوله في بورسعيد على مدى الثلاث ايام الماضيه، وحضرتك تلقي لنا بعض الضوء على الجهود اللي تم بذلها خلال الايام الماضيه. والله الحمد لله، يمكن بطوله منطقه بورسعيد للسباحه بالزعانف احدى مراحل بطولات المناطق اللي هي بتقام في القاهره واسكندريه والاسماعيليه ان شاء الله على مدار هذه الاسابيع. تمام. يمكن البطوله بتمثل لنا محطه مهمه جدا، لان احنا عندنا في شهر 4 بالتحديد بطوله العالم للجامعات في دوله كولومبيا، والاختيار المنتخب هيكون من نتائج الاربع مناطق، يعني منطقه بورسعيد بناخد مناطق نتائج الولاد اللي هم في الجامعه والبنات طبعا، ونفس الكلام القاهره واسكندريه والاسماعيليه، وبنعمل جدول طبعا وبنبعت الاتحاد الرياضي للجامعات عشان تشكيل البعثه، وان شاء الله يكونوا ولادنا وبناتنا على قد المسؤوليه، لان العام القادم في دوره العاب الجامعات كلها والسباحه بالزعانف لاول مره مدرجه وفي جدول بطولات الجامعات، ودي طبعا شرف للعبه بتاعتنا. طبعا. كابتن، عدد المشاركين في البطوله ببورسعيد كان قد ايه واخترت كام بطل؟ لاول مره الحمد لله رب العالمين، الحمد لله 2000 سباح وسباحه، 40 نادي يا دكتور عمرو. الموضوع بالنسبه لنا منطقه بورسعيد بقت فعلا، يمكن مش هقول بورسعيد بس، بورسعيد والاسماعيليه منطقتين بقوا زاخرين باللعيبه. بقى اعتمادنا على المنتخبات القوميه واختيار المنتخبات القوميه بيجي من منطقه بورسعيد والاسماعيليه. النهارده طبعا الموضوع اتغير خالص، ما بقتش اسكندريه والقاهره زي الاول. فانا بشكر طبعا مجلس اداره المنطقتين على الاهتمام باللعبه، بشكر الانديه على ايضا الجهد اللي بيقوموا بيه عشان يطلعوا لنا اولاد وبنات نقدر نقول ان احنا عندنا ابطال ننافس بيهم زي ما عملنا نتائج متميزه الحمد لله عام 23. ما شاء الله. كابتن سامح، الاستعدادات للمنافسات في الاسماعيليه اخبارها ايه؟ والله الاسماعيليه هتبدا من اول يوم 4 باذن الله بطوله منطقه الاسماعيليه، ايضا فيها ابطال كبار من نادي القناه والنادي الاسماعيلي ونادي الكهرباء ونادي التمساح. النهارده الاربع انديه دول بيمثلوا لي قوه رهيبه، وطبعا هم كمان المنافسه بينهم بقت كبيره جدا. فان شاء الله منطقه الاسماعيليه ايضا بقياده اللواء محمد وسلم انا متاكد انها هتنظم لنا، خاصه ان هي قناه السويس بتدعمنا بحمام السباحه، وده طبعا حمام اولمبي، فالحمد لله تمام. ان شاء الله البطوله تبقى من مستواها لا يقل مستوى عن باقي المناطق باذن الله. تمام. على المشاركه في المنافسات، مدى الاقبال اللي حضرتك رصدته من خلال البطوله النهارده ببورسعيد؟ لا ده انا عندي البنات بسم الله ما شاء الله، انا بعتمد عليهم جدا. يمكن انا لسه النهارده كان عندنا حفل تكريم ابطال بورسعيد، عندي جميله علي صابر بسم الله ما شاء الله بطله عالم بالنسبه لنا، ما شاء الله. سباحه مهمه جدا، عندي جنى محمد فتحي، عندي سما زكريا. لا ده انا بتكلم على بورسعيد بس، انا عندي ابطال كتير جدا. البنات النهارده بقوا بالنسبه لي انا كاتحاد مصر للغوص والانقاذ بيمثلوا لي قوه ضاربه في منتخب مصر، بعتمد عليهم في حظ العديد من الميداليات في بطولات العالم. جميل. طب كابتن سامح، من خلال الاجازه اللي احنا فيها دلوقتي والدعم اللي بيقدمه الاتحاد المصري للغوص والانقاذ للنوادي المختلفه، وفرصه حضرتك موجود معانا تلقي لنا بعض الضوء على هذه البنود. والله يا دكتور عمرو، يمكن انا عايز اقول لحضرتك احنا يمكن كاتحاد ان احنا فعلا الدعم بتاعنا بيبقى دعم يمكن معنوي زي ما انا بقول. كل الانديه النهارده فيها حمامات سباحه، يمكن ايضا معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مشكورا بيولي اهميه بحمامات السباحه وسلامه مرتدي حمامات السباحه. وانت عارف حضرتك ان كل المنقذين مصر بيحصلوا على شهاداتهم من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، فبالتالي لينا دور كبير جدا في التفتيش العام الماضي على كل حمامات السباحه في الانديه ومراكز الشباب. وده يمكن بالنسبه لنا كان نجاح كبير جدا، لان احنا كان لينا سلبيات في بعض الاماكن. مديريه الشباب والرياضه متعاونه معانا جدا، بنبعت للمديريه والمديريه بتبعت خطوات تصحيحيه للانديه او مراكز الشباب ويتم اعاده التفتيش، وده طبعا بيقلل من حالات الغرق اللي بتحصل خلال مرتادي حمامات السباحه خاصه في موسم الصيف. ويمكن الدكتور اشرف صبحي موضوع مبادره مصر بلا غرقه بالنسبه له عشان هو رئيس اللجنه العليا للمبادره، فبالتالي مديها اهميه كبيره ومدي شق الانقاذ. يمكن هو بيتمنى ان هو يعمم في جميع محافظات مصر وجميع الوزارات، لان طبعا احنا مش بنتكلم عن الشباب والرياضه بس،
السياحه ليها شواطئ وليها حمامات سباحه بالظبط. كل حتى المدارس حتى الجامعات النهارده فيها حمامات سباحه. فبالتالي ان شاء الله يمكن احنا داخلين بمشروع كبير جدا في مجلس الوزراء، وهيعمم موضوع مبادره مصر بلا غرقه، هتعمم في جميع المسطحات المائيه، سواء شواطئ او حمامات سباحه، سواء انديه، سواء فنادق، سواء مدارس، جامعات. ان شاء الله بنقول مصر بلا غرقه اللي احنا بنهدف بيه فعلا هيبقى اسم على مسمى باذن الله. ان شاء الله. كابتن سامح، يمكن لما بيبقى رئيس الاتحاد نشط كده وعلاقاته قويه بالوزاره بيقدر ان هو يدعم الاتحاد من خلال المشاركات الدوليه والبطولات الدوليه اللي شاركتوا فيها كاتحاد مؤخرا وحصدتوا ميداليات. يمكن فرصه حضرتك معانا تلقي لنا بعض الضوء على هذه البطولات العالميه. يمكن هتكلم على 23 يا دكتور عمرو. احنا نظمنا في استاد القاهره بطوله العالم للسباحه بالزعانف. تمام. في استاد القاهره للناشئين كان عندي 34 دوله، حصلنا على 14 ميداليه متنوعه. جينا لاول مره في المركز الثالث، وده كان بالنسبه لنا ترتيب كبير جدا. عايز اقول الدعم وزاره الشباب والرياضه، ودي شؤون الرياضه الدكتور اشرف صبحي كان موجود معانا تقريبا في يوم واحنا في تجهيزات حمام سباحه استاد القاهره. كان موجود معانا في حفل الافتتاح، كان موجود معانا في توزيع الجوائز. يمكن لاول مره اعضاء الاتحاد الدولي كلهم برئيس الاتحاد الدولي كانوا موجودين معانا في مصر. توزيع كان على اعلى مستوى. اشادت كل الدول بنتائج المنتخب المصري. ثم بدانا بعد كده المحطه الثانيه كانت دوره العاب البحر المتوسط، كانت في اليونان. عايز اقول لحضرتك يمكن احنا كنا وش السعد على البعثه المصريه. جميل. طبعا دوره العاب، يعني العاب كره القدم كانت موجوده، الفولي كان موجود، الكاراتيه كان موجود، الخماسي. نتيجه مصر من هذه الدوره كان 9 ميداليات متنوعه. عايز اقول لحضرتك الاتحاد المصري للغوص والانقاذ احنا حصلنا على 8 ميداليات، وكانت ميداليه 9 من الخماسي. فبالتالي احنا رفعنا رصيد مصر، كان من المركز التاسع دخلنا مصر المركز الخامس بال8 ميداليات بتوعنا، وده كان بالنسبه لنا يعني سعاده كبيره جدا. ومحطه كمان كانت من اللجنه الاولمبيه او من وزاره الشباب والرياضه ان الاتحاد المصري للغوص والانقاذ رفع رصيد مصر. اللي احنا كنا مقدمين توقعاتنا هنعمل ايه بالظبط، كنا قلنا هنجيب 7 ميداليات وخدنا وصلنا على 8 ميداليات. فيها حوالي اسبوعين سافرنا الى صربيا لبطوله العالم للسباحه بالزعانف للمياه المفتوحه، او زي حضرتك انت عارف اللي هي المسافات الطويله. احنا حصلنا على المركز الاول ترتيب عام دول بمجموع 30 ميداليه متنوعه. ودي لاول مره على فكره نحصل على المركز الاول في بطوله عالم مسافات طويله. وكانت طبعا بعد عده بطولات شاركنا فيها، وكان كل بطوله فعلا مستوانا بيتقدم عن البطوله التي تليها. فبالتالي الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين بخطه ثابته، وهذا العام باذن الله ان شاء الله هيكون لينا نصيب في العديد ايضا من الميداليات من البطولات. لان احنا السنه دي عندنا البطوله الافريقيه في جنوب افريقيا، عندنا بطوله عالم ان شاء الله في صربيا ارضا، عندنا بطوله عالم ثانيه طويله في مارسيليا في فرنسا. باذن الله الساده المستمعين والشعب المصري كله باذن الله ان احنا يمكن مش هقول ان احنا هنبقى على نفس المستوى، لا هنبقى احسن باذن الله ان شاء الله. كابتن سامح، يمكن يومك النهارده كان مليان قوي، كنت عندنا في اسماعيليه وما بتبخلش بجهدك وبدعمك لشبابنا ولابناء كليه التربيه الرياضيه جامعه قناه السويس بالمشاركه في مناقشه الرسائل العلميه. وحضرتك النهارده كنت في كليه التربيه الرياضيه جامعه قناه السويس في محافظه الاسماعيليه. حضرتك تقول لنا الموضوع اللي كنت بصدده النهارده في مناقشه والله هو طبعا موضوع ايضا بيهمنا احنا، اللي كان موضوع خاص رساله من احد الباحثين عن الانقاذ. وطبعا تعرف حضرتك ان احنا من ضمن بنود ومصر بلا غرقه ان احنا بنحاول نوصل رساله الانقاذ ونقول ان كليه التربيه الرياضيه بالنسبه لنا ليها اهميه كبيره. ان معظم مش كل كليه التربيه الرياضيه بقى في تخصص الانقاذ يا دكتور عمرو. جميل. التخصصات زي في كره القدم في السباحه ايضا بقى في انقاذ. فنامل ان ال 27 كليه تربيه رياضيه اللي في جميع محافظات مصر يبقى فيها تخصص انقاذ. فبالتالي لما بلاقي رساله بتبقى موجوده وبنتشرف كاتحاد مصري او رئيس الاتحاد المصري يبقى موجود في لجنه المناقشه، انا ببقى سعيد جدا. لان النهارده الانقاذ بالنسبه لنا رساله، ورساله مهمه جدا، لان احنا بننقذ حياه. لايف جارد او منقذ بيواقف على الشط عشان يحمي مرتاد الشط من المخاطر اللي بتحصل سواء في حمامات سباحه او في بحر او في اي مكان. فبالتالي اتمنى ان فعلا زي ما احنا بنخطط ان يبقى في محو اميه السباحه. مش عايز اطلع سباحين، مش عايز اقول ابطال، لان دي مهمه اخي وصديقي المهندس ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه.
ورئيس اتحاد السباحه، انما انا بقول نحو من السباحه ان اسره تروح البحر 4 يصيفوا يطلعوا 4 ما يرجعوش تاني. جميل جميل. نجمنا الرياضي الكبير الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو الاتحاد الدولي للغوص والانقاذ، ساعدنا وتشرفنا بحضرتك معانا يا كابتن، وبنتمنى لحضرتك دايما كل التوفيق ان شاء الله، ونفسنا ان شاء الله تبقى مع حضرتك كده يوم الثلاث ان شاء الله في الحلقه القادمه من برنامجنا في بطوله الاسماعيليه ان شاء الله. متشكرين جدا يا كابتن سامح، شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم مره اخرى ونتابع من خلال هذه الحلقه من برنامجنا القناه اليوم.